سلام 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 عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ولا فيديو هذه تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد، وصفه جديده. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساونيش بالجيم وابوني اي بي سورتو البارطاج اذا جيت خفيفه على قلبكم. كيما راكم تشوفوا حنشارك معكم اليوم وصفه تاع البريوش، وصفه خفيفه وبنينه وفي وقفه توجديها، سورتو مع دوكا الاولاد رجعوا يقراو للقهوه تاع العشيه توجديها. الحال برد مليحت لهم حاجه سخونه ولا دافيه. هنا عندي 500 غرام تاع الفارينه، عندي الملح، درت 3 مغارف تاع السكر، مغرفه ونص تاع الخميره. المغارف تاعي ماهمش معمرين بزاف. وهنايا درت نص كاس زيت درت بالكاس هذاك تاع لاتاي الصغير. وهنا درت بيضه، والبيضه الاخرى درت نحيت الصفار باش ندير به لا دوغور ونلم بالحليب. كيما تعرفوا البريوش يبغي العجين مليح مليح، ولا بات تاعو لازم تجي قد ما تقدري، قد ما تجي طريه هاكا. مليح مليح بالحليب، ونزيد الحليب. لازم ما تخافوهاش لاباط تكون طريه مليح مليح باش يجي لابريوش تاعنا يجي خفيف ويجي بنين ثاني. هاكا هنايا نزيد الحليب ونعجن. الحليب لازم يكون دافي. مع الحال دوكا بدا يبرد شويه، صافي لازم يكون الحليب دافي. هاكا بعد ما لميتها بالحليب دوك ما بقى لي غير نزيد لها الزبده ونعجن مليح مليح. هنايا الزبده درت 2 مغارف كبار، نلم بالزبده ونعجن. قلت لكم البريوش لازم يتعجن مليح مليح، واللي عندها البيترا احسن. انا درت بيدي تجي وصفه ناجحه. تعجني بهذه الطريقه حتى انت تشوفي لاباط تاعك ولات ليس. هاكا بعد ما خمرت لي العجينه انا عجنتها مليح مليح وخمرت. شوفوا تجي هاكا تجي رطبه، والعجينه كي تخدميها مليح مليح تعطي لك الطوع في الخدمه وما تغلبك ما والو. انا العجين نبغي نعاودو بالزيت، نبغي نخدمو بالزيت، ما نبغيش ندير فارينه ومن بعد كي ندير الفارينه تنشف لي العجينه شويه. انا هاكا خدمتها بالزيت، درت الزيت في البلون طرافاي تاعي. دوكا ما بقى لي غير نقرصها. شوفوا كي تقرصوها تعطي لك الطوع هاكا. وبالنسبه للحشو اختياري، بغيتي مكسرات الحاجه اللي عندكم ديروها. انا درت شويه تاع القرفه والكاكاو والسكر نخلطهم مليح مليح ونديرهم هاكا من الداخل. كما قلت لكم بغيتو جوز بغيتو ثاني درتها واحد الخطره بالتمر. قطعت التمر، التمر يكون رطب، قطعته مليح مليح مع الجوز وحشيته من الداخل. تجي وصفه بنينه ما شاء الله. حتى الطريقه هذه تجي بنينه ما شاء الله. ريحه الكاكاو، ولا بغيتو ديروا لي بيبي تاع الشيكولا نتوما وما بغيتو اختياري تحشيوها بواش كاين عندكم. هاكا لازم ديروا الزيت باش ما تلصق لكمش العجينه، واللي خاف الزيت ولا ديري بالفارينه عادي. هاكا دوكا نحكم الحربوش تاعي نقسموه من النص ونبدا ندور. راح تجيني وريضه، راح يجيني الشكل ما شاء الله. واللي بغا يديرها لومجه ديري نفس الطريقه يكون الشكل، ولا تكون القرصه صغيره ديريها كلومجه يجي الشكل ومذاق ما شاء الله. هاكا انا حنخليها تخمر مليح مليح. هاكا شوفوا قد ما تضاعف الحجم تاعها. ثاني كي ندخلوها في الفور راح يتضاعف الحجم تاعها. شوفوا انا درت لها لا دوغور وندخلها على في درجه حراره 200. الخبز يبغي سخونيه، لازم يكون الفور تاعنا سخون مليح مليح. وندخلها على درجه حراره 200 طيب مليح مليح. شوفوا البريوش لازم يطيب مليح وياخذ هذاك اللون الذهبي الغامق شويه. شوفوا انا البريوش تاعي بعد ما طاب يجي الشكل تاعو ما شاء الله. لازم يطيب بالطريقه هذه باش يجينا بنين وما يجيناش معجن من الداخل. انا سخنت شويه تاع الناباج من الفوقه باش ندهن به عفوا من الفوق. نتوما اذا ما عندكمش ناباج ديروا معجون، ديروا عسل، ديروا نتوما ما بغيتو باش تعطيني هذيك لابريونس وهذاك اللون الشباب. هاكا شوفوا قد ما جاتني شابه وجات وريضه وطايبه مليح مليح. البريوش لازم يطيب مليح مليح من الفوق ومن التحت، لازم تاخذ هذاك اللون الغامق شويه. دركا ما بقى لي غير نقسم لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاه تجي. انا البريوش تاعي سخون بزاف بزاف وقسمتو. نتوما ما تقسموش كي يكون سخون، خليوه يبرد في غرضو.
انا بغيت نشارك برك معاكم. شوفوا كيفاه يجي من الداخل، يجي مخطط بالكاكاو،